السلام عليكم. عندنا مقروط اللوز اليوم اللي لسهرة رمضان. كما راكم تشوفوا فيه جا روعة. عندنا 4 كيسان نتاع سميد متوسط رايح للخشين، وعندي كيلة نتاع ليدام اللي هو سمن دايب وبارد، وعندي رشة نتاع الملح، وعندي مغرف نتاع السكر. بسست مليح السميد نتاعي حتى تبسس، وزدت خلطته بكاس نتاع مازهر، لان هنا الخليط عندي ما يفوتش كيلو ورطل. الا كان فوق 2 كيلو نقسموا العجينه على 2. انايا هنايا شمخت بهذاك الكاس تاع مازهر مليح وخليته ينشف، ومن بعد زدت خليط نتاع كاس تاع ماء ومازهر، خلطت به العجينه مليح باش ما يتفتت الناش في الزيت. لازم العجينه تكون مخلطه مليح بالماء. هنايا خليته نشف تاني وحربشته، وكان عنده الحربوش في الوسط نتاع اللوز والجوز اللي كنت خلطته ما بين شويه تاع السكر، مغرف تاع السكر وشويه مازهر. حربشت وقطعت هذاك المقروط، درته صغير على السهرات نتاع رمضان يناسبها. وهنايا خليته حتى نشف مليح مليح في البلاوات نتاعي، وجبت الزيت وقليته. من بعد اللي قلينا المقروط نتاعنا طبعا كما راكم تشوفوا اللون راه ذهبي، والعسل العسل تكون مقربه ليك غير من المقله، تحطي غير شويه في البابي ونحطوه في العسل. اللي يحبوا العسل طبعا يحبوا المقروط معسل مليح، تخليه تزيدي كل مقله كل ما تقلي تزيدي هذا على هذا، باش الطريقه اللي باش يتعسلك مليح. خليه في المقله عفوا في الصينيه نتاعك كيما هكذا. والمقروط نتاعنا هذا هو، وجا شباب بزاف، ونقول لكم صحه فطوركم وصحه رمضانكم وبسلامه عليكم. نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله.